يلا يا منى انت هلكتي. يلا كفايه نقفل بقى النهارده. حاضر ياما حاضر. مالك يا منى؟ انت من ساعه ما مشي صلاح وانت مش على بعضك. صلاح عايز يتجوزني ياما. يا حبيبتي وساكته من الصبح؟ يا الف نهار ابيض. وزعلانه يا اختي؟ يا اختي مش زعلانه بس مستغربه. مستغربه ليه يا حبيبتي؟ انت احلى بنت في الحاره، وبعدين بصراحه له حق يموت فيكي. الا قولي لي هو مشي ليه بدري؟ ما هو لازم يمشي، ما هو رمى القنبله ومشي. عايز يشوف هعمل ايه. وانت هتعملي ايه؟ اياك هترفضي. ما هو لازم افكر ياما. هو كان جايب لي المحل يعني عشان يتجوزني؟ وفراد يا منى الله. ما هو كده عارف اني مش هرفض. انا مش فاهمه دماغك فيها ايه. انا عايزه اعرف بقى دماغه هو فيها ايه. بكره تعرفي. بس والنبي يا حبيبتي عشان خاطر اخواتك اليتامى الغلابه، والنبي ما ترفضي. ده هيحمينا يا بت وهيعيشنا احلى عيشه. هنشوف. انت يا بنت صوت ابوكي يسمع. حبيبي يا ابني، حبيبي يا شوقي، والنبي صوته حلو يا بنت يا عايشه. بيغني حاجة حلوة كمان. أنا يا رب بابا زعلان منه ليه بس؟ انا عارفه يا اختي. بتسمعوا ايه؟ ها؟ بتسمعوا ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه يا اخوي. ولا حاجة؟ بتكدبي عليا يا زينب، بتكدبي على اخر زمن قدام بنتك. وايه اللي في ايدك ده؟ ده هاتي. ايه اللي جاب مصروف الرقبه ده هنا؟ ها؟ وايه الكاس ده؟ هات يا بنت الكاس ده. هاتي، جابكوا القرف. ويحسكوا عينكم حد يهرب من ناحيه باب اوضتي، انا بقول لكم اهو. قلت لك وطي الصوت، ده بيسمع دبه النمله يخرب بيت سنيني. يا ماما أنت اللي قلتي لي عايزة أسمع الشريط يوم. اكتبي خالص. يلا غوري نامي، غوري جاتك دانيه.
وش قهوه. ده انت اللي منور الحاره كلها يا شيخ بصراحه. الله يخليك، هذا نورك. عفوا يا استاذ حفظي، انا انسى اسمك. بليه، بلابل، بله ها؟ بولة مين يا عم صالح؟ اسمه بلال. بلال، اسف يا اخي بلال. فعلا اسمه مفروض ما ينسي. اسمه على اسم مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ولا يهمك يا استاذ صالح، مفيش مشاكل يعني. تسلم. انا شو اقول يا استاذ حفظي؟ اقول يعني لو نسوي الفرح بمكان شيك، مكان حلو، مكان جميل. فندق مثلا، ايش رايك؟ فندق مين يا عم؟ الفرح يتعمل في الحاره، ده فرح اختي. في الحاره؟ على عيني وراسي، ما قلت شيء، بس معازيم والمطربين والآلاتية كل الناس في الحارة. كل الناس دي هتيجي هنا في الحاره. خلاص، في الحارة. بس أنا أقول يعني ناخذ رأي سعاد والحجة أم سعاد. راي مين يا عم؟ مفيش راي في البيت غير رايي، وبعدين الناس دي كلها هتيجي تجاملني انا. وبعدين يا استاذ صالح عدم المؤاخذه يعني احنا بنحب نعمل افراحنا في الحاره يعني عشان نصيد بعض. خلاص، في الحارة أنتوا أحرار. بس شوفوا الفرح كله يكلف كم وأنا جاهز. 20,000 50,000 50,000 دولار؟ دولار ولا جنيه حفظ؟ دولار مين يا عم انت؟ جنيه بالمصري، واي حاجه انا رابسه كده. بس يا جمال، خلاص يا جمال. انت لسه شفت حاجه؟ خلاص. ولا رجال الحاره تعمل علينا بره وجوه اكتر من كده يا عم. الحاره دي فيها اسلحه هيحرر فلسطين يا بس يا بلبل، ابعد يا عم على الوش. خلاص يا حبيبي، في ايه؟ مين سبب المشكله دي؟ انا يا عم الحاج. عملوا فيك ايه؟ ضربوني وثبتوني في المنطقه. يا ابني عشان انت حكيم هو في إيه يا عبد الله؟ مفيش حاجة، ده عيال سيس دخلوا الحارة وخدوا واجبهم. تعالوا يا رجالة، تعال. خش يا عم الحاج، خش ياكش ينفع بس. الرجالة دي بتشتغل وكل واحد فيهم هياخد 50 جنيه. 50 جنيه؟ 50 جنيه يا عم الحاج؟ يا رجالة دي مش أصول. أنا متربي في الحي وفاهم إيه يا جدعان. عبد الله اشتغلوا يا رجالة. تهدى شوية بقى يا عبد الله، ما تخنقنيش. اهدى ايه يا عم الحاج؟ الرجالة اللي تشتغل في اليوم لازم تتغير تاني يوم، احنا مش عايزين أي حد يعرف احنا بنعمل إيه. تصدق وتؤمن بالله هتودينا في داهية. يا سلام على دماغك، أهو ده اللي مطمني. يلا يلا إيه يا عم الحاج؟ ايدك على 200 جنيه مصاريف نسرية. نسرية؟ هادي النسريات بتاعتك دي. ولا نسرية هادي النسريات أهو. اتفضل فلوس نسرية. احنا بقى دلوقتي هنبدأ شغل. اتكل انت على الله وانا اي قلق هديك رن. يا عم ما تقلقش من أي حاجة. يلا يا عم، عاجبك الحر اللي احنا فيه ده؟ يلا يا عم ما تقلقش من أي حاجة، أنا عايزك تديني رنة كده وتفرحني. هرن لك يا سيدي. يلا اتكل على الله. يعني تمام الحياة تمام؟ الحياة تمام، واقفل الباب وراك. هنقفل الباب ورايا. وسط بالراحة يا رجالة، مش كده. بالهدوء. يا بابا انت مش عاوز تقول لي في ايه؟ هو احنا رايحين نزور حد؟ يا اخي ما تستعجلش على رزقك. اصل النهارده عيد ميلاد ابله راهد. واكد لك هي تلاقيها مش مركزه وناسيه اليوم ده، واحنا عايزين نعملها لها مفاجاه بقى. طبعا. ايه رايك في التورتايه دي؟ حلوه يا بابا، كويسه. مش غاليه دي ب 60 جنيه. كويسه يا بابا، رخيصه يعني. 60 جنيه دي مش كده؟ ان شاء الله. وان شاء الله هتعملوا لنا ديسكاونت كده ولا حاجه؟ تحت امرك يا فندم. بس عشان نبقى زباين المحل يعني. ندور يا فندم ان شاء الله. اشكرك. بس بص على حاجه، انت مش هتجيب حاجه للابله ناهد؟ هجيب لها طبعا يا بابا. طبعا يا اخي، دي مرات ابوك. الله، انت مش معاك فلوس؟ معايا. خلاص يد مطرحي بقى يا اخي. حاضر. على كل حال يعني مش هنعمل
مش هنعمل حفله وبتاع وحاجات كده، هنطفي الشمع لوحدينا احنا كده على قدنا يعني، مش هنعزم حد يعني، على قد التورتايه دي. احسن برضه. عايزك بقى ايه؟ ها؟ ترمي العلبه دي، طلع التورتايه، تروق الدنيا، تحضر الساقع، كوبايات، شوك، سكاكين، معالق كده، عمال انا بقول للناهد واجي لك، ها خد بالك، عايز البتاع السفره هنا وعيد الميلاد يمرق، ما تنساش الشمع. حاضر. ما تخطرليش الشمع، لا تودينا في دماغي. كل سنه وانت طيبه يا عمر. انت طيب. متشكرة يا جماعة قوي، مفاجأة حلوة قوي. كمان بس خلي كل حاجه. مالك يا ابو في ايه؟ ده ناهد مش جوه. ايه يا بابا؟ تليفونها مقفول برضه؟ مع اني يا اخي كلمت الواد سعد كول، جاب لها تليفون ب 2000 جنيه ما يقطعش شحن ابدا. طب انا هنزل شويه يا بابا، لما تيجي تبقى كلمني. روح يا حبيبي، ما تضيعش وقتك انت، روح. السلام. هي ما قالتش لحضرتك رايحه فين؟ يعني هكون راحت فين بس قوي يعني؟ النهارده عيد ميلادها، يا عند الكوافير، يا عند مامتها، يا عند ناديه صاحبتها، يا في السوق يعني، في حته من ال 15 حته اللي بتلفهم كل يوم دول، يعني هتروح فين؟ طب انا ماشي يا بابا. سلام يا حبيبي. ستين جنيه راحوا في الهوا. تشربي حاجة؟ لا. خلي بالك، انت من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقك. هقول ايه بس؟ ما انت ملخبطني. بص يا منى، انا هجيب لك من الاخر. انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا اعلق الدبوره. ما هو ده اللي انا بقوله. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ عرفي زي الرسم بالظبط، لغايه ما علق الدبوره كده. عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود، بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذه يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرف ده هيبقى رسمي، بس علق الدبوره. انت عارفه ان هم بيعملوا عننا تحليات جامده قوي. التحليات هتفضحني يا بنت اللي بحبك، عايزك. وانا موافقه يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجه بقى. 2 شربات يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8 سنة 2010 قد تم تحرير عقد زواج عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد وبحضور الشهود. تفضل حضرتك يا مدير. توقيع النسختين بعد إذنك. النسخة الثانية من فضلك. وحضرتك وقع. النسخة الثانية. ألف مبروك السكين. ألف مبروك. ألف مبروك. خد يا ولد، بدل ما انت قاعد ساكت كده امسك. حاضر. كده تمام، بس ناقص الصورة يا حاج.
ايوه يا اخويا، ما انت معاك 3. بس لازم 4 صور. ها؟ يا اما انت عايزه الصوره الرابعه في ايه؟ ما طلعي الصوره الرابعه. اسكت انت خالص. 4 ليه؟ هو كتر صور، كله منظر واحد. لازم والله يا حاجه 4 صور. مشيهم 3 بقى، واديله جنيه يا واد يا عبد الله. يا حاجه جنيه ايه بس؟ والله لازم 4. يا اما ما تخنقيش الراجل، انت عايزه صوره رابعه في ايه؟ ايه؟ طب خلاص مانيش عايزه بازابورت. ارتحت بقى؟ ارتحت؟ انت عايزه الصوره الرابعه في ايه؟ فهميني ياما فهميني. يعني يا واد الأوضة هنا ما يبقاش فيها صورة ليا يعني؟ الفيلم عند المصورات، هبقى اطلع لك عليهم. طيب ماشي خلاص. خد يا حبيبي اهي اهي، دبسها بقى مع بقية الورق، ومحدش هيبص في الأوراق دي خالص. ايه رأيك بقى؟ ماشي يا حاجه، اسبوع وان شاء الله هجيب لك الجواز بنفسي. يا اخويا خليهم يومين وليك الحلاوة. ماشي يا حاجه، ربنا يسهل. خلاص وصلوا يا واد، وصلوا واديله حاجة. حاجه ايه بس يا حاجه؟ ما باخدش حاجه صدقيني. يا اخويا ما تعمليش فيها عفيف قوي كده. خلاص يا واد، اديله 5 جنيه. يا حاجه 5 جنيه ايه بس؟ يا عم 5 جنيه ده يعني بعزها كتير، انت مش فاهم حاجه. تعالى تعالى. اتفضل. اتفضل. يا رب لاجل حبيبك النبي يا رب سهلها لي يا رب، حطني في قدرتك يا رب، اطلع احج السنه دي بس يا رب يا قادر يا كريم. معلش يا استاذ، انت عارف سيادة الكبار. لا ولا يهمك يا استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح يا بنت ابوحه. ايوه يا عبد الله، ايوه جاي اهو. بقول لهم اكتشاف يا بنت، انا جاهز. خلاص خلصنا اهو. طب ما فيش حاجه على السريع كده؟ وقته ده. يما يلا يما. طيب جايه اهو. يلا شهلي يما. يا بنت جايه اهو. على مهلك. بنت صباح. ايوه يما. قلت على خالتك سعديه يا بنت. جاهزه من بدري يما، وقالت لي فوتوا عليا. طب يلا. يلا. ما تخافش مني. كان ليه ما اخاف من ايه؟ ازيك يا سيعه؟ ايه؟ ازيك يا سيعه؟ سيعة، اهلا يا اخويا. ازيك يا سعيد؟ اهلا يا سلام. وده ايه بقى ان شاء الله؟ جاتوه فضلة خيرك. اصل فتحي الله يكرمه بعد ما كسب قضية المعاش حلف لا يحلي بق الحارة كلها. والله قلت ابو النسب اول واحد يحلي. والله طب يا سيدي تشكر. هتقولي له انت ولا اقول انا؟ اللي تشوفه يا اخويا. بقول لك ايه، ده اخوكي وبينكم بعضيكم، انتوا عيله واحده، قولي له انت. في ايه يا عم انت وهي؟ هو سر؟ بص يا سعيد يا اخويا، من يوم ما ابويا مات وهو كاتب لك البيت وانا قلبي مكسور، بس انا مش زعلانه منه، مسامحاه. شوف بقى يا اخويا، احنا جايين النهارده عشان نراضيك ونشتري البيت بما يرضي الله. ايه؟ 50,000 جنيه هندفعهم لك، هنسكنك زي ما انت، بس هتدفع الايجار، بس هنبني فوق. طب استنوا انت وهي، مين قال لكم ان انا هبيع البيت؟ ايه؟ مش بدل ما الغريب هو اللي يشتريه؟ البيت ده بتاع ابني، هو الوريث الوحيد فيه. والله ما ازعلك، خليهم 55,000. خدي جوزك واتكلي على الله يا سناء، بدل ما افرج عليكم الحاره. ماشي يا سعيد، اللي تشوفه انت حر. يلا يا واد يلا. اللي يشتروا البيت قال خدي يا اختي، خدي الجاتو بتاعك، متشكرين. عيالي اولى بيه. يلا يا واد يلا. مش هتلاقي احسن من كده فلوس. غور بدل ما البسك دي في خلقتك. يلا حر. والله بقى معاك فلوس يا سناء انت وعرج الكلب. انا يونس. مين؟ انا كريم بركه. يالا ما تفتح يا ابني عفريت بالليل وبالنهار. عاوزك يا ابو الحوار. اقعد. ايه تاني؟ البت ادتني رقمها. طب ما حلو، هو ده الشغل. ايوه، عشان نقعد نرغي ونلوكلك في ودان بعضينا. وانت عايز مني ايه بقى؟ عايز منك ايه؟ ده انا من غيرك الوص يا يونس. وبعدين البت بتقعد ترغي كده وتبرطم بالانجليزي.
وانا ماليش في الانجليزي بتاعكوا ده اصلا. يونس انا اخوك حبيبك وبعدين هدفع. انا مش بتاع فلوس يا كريم، انا بس عايزك تشوف لنا سجارتين كده عشان القعده. بس كده حصل. اكلمها؟ هي مستنيه منك تليفون؟ لا بس هي قالت لي بتصل في اي وقت. خلاص كلمها. هقول لها ايه؟ قول لها انا ما ينفعش يعدي عليا يوم من غير ما اسمع فيه صوتك. يا حساس. ايوه كده. عجبتك دي؟ طبعا. بس مش حاسسها انا يا اخي. ليه بس؟ مش وقتها اقول لك. قول لها انا بس بجرب اتصل باحلى ارقام هدوس عليها في حياتي. الله يا اخي تبقى انا انت ونخلص بقى. هقول ايه تاني؟ قول. انا بجرب ادوس على احلى. الو. انا مش بتصل بيك على فكره. انا بس يعني كنت ايه؟ بجرب اتصل باحلى. انا بس يعني كنت بجرب اتصل باحلى ارقام دوست عليها في حياتي. قفلت ليه؟ مالكش دعوه، ده موضوع انا بقى. يا ابني دوس على الحديد وهو سخن. حديد وهو سخن؟ الكلام ده للحداد اللي زيك. انما انا الحب، المشاعر، الاحاسيس لازم يبقى فيه قلق وانتظار. مش فاهمك انت. هقابلك بالليل. ما تنساش السيجارتين بقى. ها؟ ايوه زينب يا زينب. ايوه يا اخويا ايوه. ايه ده؟ امال في البنت عيشه؟ موجوده يا اخويا في اوضتها. عيشه بنت عيشه. ايوه يا بابا. تعال بصوا شوفوا المفاجاه. تلفزيون. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وطي صوتك كده. ايه احنا اخر ناس جبناه في الحاره. بقول لكم ايه، التلفزيون ده هديه من المحطه اللي انا شغال فيها، واوعوا حد يجي جنبه ولا يفتحه الا وانا موجود. مفهوم يا زينب؟ مفهوم يا اخويا. وبعدين احنا عاوزينه في ايه غير ان احنا نتفرج عليك وانت طالع في البرنامج. والله يا بابا نشوفه. شفتي البنت بتقول ايه؟ شفتي يا زينب؟ طب ايه رايك بقى يا عيشه ان التلفزيون ده هيتحط عندي جوه في الاوضه، جنسي مخلوق هيهوب ناحيه الاوضه ويفتحه الا في ميعاد البرنامج بتاعي هرميه من البلكونه. فاهمه؟ ماشي يا اخويا ماشي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف ليه يا زينب حاسس زي ما اكون جبت المسيح الدجال يقعد عندي في البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه المسيح الدجال ده كمان يا اخويا؟ ده بيقول كلام جميل قوي. وبيقول كلام فاضي. حتى اسالي جارتك اللي عايشه في وادي الزهاب. لسه فاكر. طب بقول لك ايه بقى، طالما يعني دخل في بيتنا التلفزيون، ايه رايك بقى عشان خاطري ترجع الواد شوقي؟ احسن ده وحشني قوي. الله 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 الله. لا الموضوع ده انا ما اسمعوش تاني. مفهوم ولا لا؟ ومش معنى ان انا جبت تلفزيون عندي في البيت يبقى كل حاجه تخرب وتبوظ وكل حي يمشي على هواه. روحي قولي له يسيب الزفت اللي هو بيعمله وانا سامحه. يا بلبل جبت الامانه؟ يا عم وطي صوتك، انا جايب لك نعناع. يا راجل ما تخافش. بتسيح ليه؟ هو انت عشان معاك روشيت اروح انا الملاهي؟ هات قفشنا يا توحه. انت كنت كويس، ايه اللي حصل لك؟ ما انا كويس برضه.
خد يا سيدي اتفضل. الله، 200 وحلاوه وايه؟ هات. وده برضه 200. ايه حكايه 200 علبه دي بقى؟ انت ناوي تدورها ولا ايه؟ ما تقول لي اظبطك. ادور ايه يا بني ادم انت؟ انا واخدهم لزمن بدل اللف على الاجزخانات. حتى الزمن اتضرب بالكيمياء. مرحبا يا زمن، خد بالك الشهر الجاي هيغلى. ها؟ يغلى يا سيدي لما يجي وهتحلى الف حلال. سلام. وانطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو اتفضل يا يشرب أخويا. الشرب. القهوه اهي. تسلمي لي يا زينب. أو يشرب الشربة. يا اخويا انا مش عارفه اتعلمت شرب القهوه ده امتى. يا سلام، يعني هي جت على القهوة يما؟ ده احنا عندنا تلفزيون يا زينب. مفسديون. اسكتي اسكتي، يلا روح اعملي لي لقمه اكلها لحسن انا حاسس اني خلاص هموت من الجوع. يا يلا. ساتر يا رب، ده حتى ما بقتش تصبر على الجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. الله مالك ولية في إيه؟ أنت عايزاني يعني أسقط قدامك من طولي عشان تقومي تعملي لي أكل؟ يلا قومي. لا يا اخويا بعد الشر عليك، بس العصر قرب جدا. هتاكل ولا هتنزل تصلي؟ لا هنزل طبعا، هنزل أصلي في الجامع إن شاء الله، بس يلا شهري أنت بس الأول. حاضر يا اخويا. ها. رواه مسلم. سابقين من 68 دولة من دول العالم الإسلامي تم افتتاح فعاليات. هناك فين؟ ها؟ هناك فين؟ بس انت روح هناك وسط. الله أكبر الله أكبر. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم، استغفرك واتوب اليك. مالك يا اخويا؟ تستغفر على ايه؟ وفيها ايه بس لما استغفر يا زينب؟ انت مش سامعه؟ العصر جدا وانا لسه قاعد هنا اهو. طب يا اخويا مش هتاكل لقمه قبل ما تنزل؟ لا هنزل اصلي في الجامع وبعدين لما اجي ابقى اكل. بقول لك ايه؟ البتاع ده ما حدش يفتحه الا وانا موجود. انت فاهمه ولا لا يا زينب؟ حاضر يا اخويا، ما حدش يفتحه غيرك، ما تخافش. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من غضب الله. ايوه ابوس ايدك يا فندم، ابعت لي اي حد يصلح لي التلفزيون. لا مش بايظ، وهو ده اللي مضايقني، هي دي المشكله. انا عايز اي حد من طرف حضرتك يظبط لي التلفزيون على قناه واحده بس، القناه بتاعتنا وبس. ابوس ايدك البيت هيتخرب. لا يا فندم، الله يستر اصلك دنيا واخره، انا اللي عايز كده. لا انا موجود في اي وقت ما عدا اوقات الصلاه، ابعتولي في اي وقت. طب يا فندم، السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. والله وجع عليك اليوم يا تمام، وواقف تصلي ورا إمام بيشرب حشيش. سامحني يا رب، سامحني يا رب. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شوقي، انت بتعرفي مكاني منين؟ وانا مش قلت لك ان انا موريش اي حاجه غيرك؟ ايه رايك في الحجاب؟ انت كمان اتحجبتي؟ لا انا قلت بس البسه علشان وانت خارج من الجامعه ما تتكسفش مني ولا حاجه. والله العظيم انا ما عايزه فلوس، انا جايه اسال عليك يا شوقي. انا الحمد لله. يلا بقى امشي.
معلش روحي عشان نقف كده غلط. شوقي والله العظيم انا ما بخرج من البيت خالص. كويس. ربنا يهديكي. ويهديك يا شوقي وترجع الحار. انت شفت ابوك في التلفزيون؟ ايوه شفته. روحي يا تاني روحي. طب والنبي يا شوقي ابقى رد عليا في التليفون، ما تسيبنيش اقعد اكلمك كده على طول. معلش اصل معيش تليفون اليومين دول، بس حابب اتصل بيك. خلي بالك على نفسك. شوقي لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. بس يا عم انت هو بس كفايه كده. هو ايه اللي كفايه كده؟ في يا عم الحاج؟ خير يا عبد الله، انت مش شايف الخير؟ يلا يا عم انت وهو كفايه حفر، يلا اتكلوا على الله. هو ايه اللي كفايه حفر؟ فهمني فيه يا ايه؟ عم قبض الناس دي ومشيها. حاضر. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا. اتكلوا على الله. اسمع يا عبد الله، طالما جابت ميه يبقى احنا محتاجين زبق احمر. ميه ايه يا عم الحاج؟ هو في ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الزبق الاحمر ده؟ ده زيت يا عم، هو اللي بيطلع المستخبي تحت الميه دي. هو انا هجيبه لك منين الزبق الاحمر ده؟ احنا محتاجين جرام واحد بس، ثمنه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انا عندي اللي يجيبه ب40، انت 20 وانا 20. هو ايه اللي 20 و40 و100؟ اجيبهم لك منين يا عم الحاج؟ ما انت عارف البير وغطاه. اقول لك على حاجه، اصرف انت وخصمهم من نصيبي. اصرف ايه يا عم الحاج منين؟ ما الحال من بعضه. احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. نوقف الشغل ايه؟ انا صرفت لغايه دلوقتي 2000 جنيه. طب انا اعمل لك ايه؟ انت مش شايف الميه؟ انا اعمل لك ايه واجيب لك منين؟ طب وانت هتشتري الزبق ده امتى؟ اول ما الفلوس تجهز، ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. لا خليك انت هنا، انا جاي لك على طول. استاذ عبد الله حاج نفيسه فوق بتزور عم ماهر. فين؟ عند عم ماهر فوق في البيت. ماشي يا سيدنا، روح انت. ماشي روح. احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. اول ما الفلوس تجهز، ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. فيها اقطع دراع الارض دي فيها. حارة جوا حارة